العواف عليكم. أنا جاية النهاردة أقول لكم على شوية من الأمثال إحنا بنقولها بس بنقولها غلط. مع مرور الوقت والأيام الأمثال دي اتقالت غلط. زي كتر السلام يقل المعرفة. هو كتر السلام هيقل المعرفة ازاي؟ حتى كده بالعقل كده والمنطق هو هيقل المعرفة. هي أصلها يجل المعرفة. يجل المعرفة يعني يجعل المعرفة جليلة، يجعلها عظيمة، يجعلها رفيعة، يجعلها في مقام عالي. يعني من كتر ما تيجي انت بتعدي على واحد وتسلم عليه وتقوله سلام عليكم في الرايحة والجاية، حتى انت لو ما بتعرفوش قوي، لما تيجي بقى حد يعدي يقوله فلان ده كل شوية وهو معدي بيسلم عليك ويقولك سلام عليكم، ويقولك والله ده راجل محترم على طول بيسلم عليا، ده راجل محترم ومؤدب ومهذب. وبعد كده يقوله تعالى اتفضل اقعد اشرب شاي، ازيك، اخبارك. فده بيجعل المعرفة بالشخص ده او بالانسان ده معرفة جليلة محترمة. فكتر السلام عمره ما بيقل المعرفة، بيجل المعرفة، يعني بيجعلها جليلة ورفيعة وعظيمة وفي مقام عالي. وبعد كده احنا في فترة امتحانات بيقولك من علمني حرفا، احنا بنقول صرت له عبدا. هو ازاي اللي هيعلمني حرف هيبقى له عبد؟ هيبقى له عبد هيعمل له هيكنس له ولا يمسح له ولا يقضي له الطلبات؟ لا، من علمني حرفا صنت له عهدا، يعني صنت العهد بتاعه، يعني معروفه وجميله ده على راسي من فوق. معروفه وجميله ده بقى عهد بيني وبينه، مش هخلفه ابدا، هيبقى جميلة في رقبتي ليوم الدين. ليه؟ لان هو علمني حرف، علمني اقرا، علمني اكتب، ما خلينيش امي معرفش اقرا ولا اكتب، بقيت اعرف حاجات كتير. فانا صنت العهد ده، مش صرت له عبدا. عبد هيعمل له يعني؟ فالاصح بتاعها صنت له عهدا. كمان برضو اسأل مجرب وما تنساش الطبيب. مش ولا تسأل طبيب. طب انت مش اسأل مجرب، طب المجرب ده بيقول على على حالته هو. طب ما حالته تختلف عن حالتي، تختلف عن حالة اي حد. فانا تسأل المجرب وبرضو ما تنساش الطبيب، لانه ممكن يقولك الدواء اللي قالك عليه فلان ده ينفعك، لا ما ينفعكش في الحالات دي، لا الدواء ده ضعيف بالنسبة لحالتك، انت عايز حاجة اشد واقوى. طب هيقولك جرب اللي قالك عليه فلان وخد معاه كذا علشان يقويك. برضو نسأل المجرب وما ننساش الطبيب. مش ولا تسأل طبيب، ولا تسأل طبيب ده حد مكسل وعايز يوفر او ظروفه على قدها، هيقولك هسأل فلان خدت وخلاص، ولسه هنزل واروح للدكتور واكشف ويقول لي ويقطع لي روشتة، والروشتة دي ممكن يكون فيها نفس الدواء اللي سألت فيها فلان، ولا يكون دواء تاني ممكن ما يجيبش معايا نتيجة. بس هي الأصح اسأل مجرب ولا تنسى الطبيب. وبرضو هحط لكم في الرابط بتاع الفيديو بتاع المثل ابعد عن الشر، مش هكمل لكم بقية المثل، انتوا بقى شوفوا بقى غنيله ولا حاجة تانية. هتلاقوه في الرابط تحت. وتمسوا بالخير يا حبايب.